في فيديو سابق عن اضطراب الشخصية النرجسية، وعلى أول عنصر من العناصر اللي بتميز الشخصية النرجسية هو الإحساس المتعاظم بأهمية الذات، واتكلمنا ازاي نتصرف معاه بصورة مبسطة، وهحط رابط الفيديو في الوصف. ودلوقتي هنكمل الكلام عن الاضطراب ده والعنصر التاني وهو مصلحته أولا. في حين إن الإحساس بالذات بيحمي النرجسي من الإحساس بالعجز والكسوف، فإن سمة مصلحته أولا بتحميه من الإحساس بالفراغ والإهمال. وببساطة النرجسي فاشل في إنه يحط غيره في الاعتبار، لأن تركيزه على ذاته ومطالبه الملحة بتشغله دايما. علشان كده بيكون عنده إحساس قوي بإن عنده حق بحاجة بغض النظر عن إنه يستحقها ولا لأ. وده بيجي في أشكال كتيرة، أحيانا في علاقة محددة أو مكان محدد أو موقف محدد، زي الإحساس إنه يستحق علاوة أو تخفيض في الشراء. وأحيانا بتكون إحساس عام عند النرجسي، زي إنه يحط رجله على كرسي أو إنه يحط شنطته على كرسي جنبه رغم إن الأتوبيس زحمة. لما كنا صغيرين استحقينا حب أبونا وأمنا، مفيش حد طلب إنه يتولد، فالصغيرين لازم نبين لهم إنهم يستحقوا الحب الأبوي والتقدير الإيجابي اللي لازم يكون مستمر ومش مشروط، وما ينفعش نسحبه منهم لأنهم ما سمعوش الكلام أو لأن بابا أو ماما عندهم مشاكل في الشغل، وما ينفعش نربطه بالدرجات الكويسة أو الأدب أو سماع الكلام، لأن الحب المشروط بيعمل مشكلة في نمو الأطفال، إنهم بيبقوا مش حاسين بالأمان وقلقانين على طريقة إزاي يكسبوا الحب والتقدير. بيرتبط الإحساس بالاستحقاق ده إحساس النرجسي بعدم التعاطف، فالنرجسي مشغول باحتياجه واهتماماته الخاصة لدرجة إنه من المستحيل إنه يتخيل إنه مكان أي حد تاني. والإحساس بعدم التعاطف بيجي بشكل السلوك البارد أو الحاد، زي عدم الاهتمام بإحساس الغير بالألم أو عدم الاهتمام بحاجات ومشاعر الغير. إحنا اتعلمنا التعاطف مع الغير عن طريق تعاطف الغير معانا، فالعنصر الأساسي في التعاطف جه لما اللي بيراعي الطفل لاحظ حالة الطفل الانفعالية واستجاب ليها، فده خلى الطفل يقدر يتعرف على حالته الانفعالية عن طريق إنه يشوف في وشوش الغير واستجابتهم ليها. ساعتها بيكبر الطفل وهو حاسس بالأمان إنه متشاف وإن أحاسيسه مفهومة، وبتسمى العملية دي انعكاس المراية. لكن ممكن الأب والأم يكونوا بيواجهوا مشاكل في الشغل أو مشاكل مالية أو مشاكل صحية أو غيرها بتشغل تفكيرهم وتمنعهم إنهم يقوموا بالعملية دي مع الطفل. ودليل التشخيص السيكودينامي بيقول إن كتير من النرجسيين عانوا من الإحساس بالفراغ وعدم القيمة بسبب فقدان انعكاس المراية، فبيكبروا عندهم جزء ضايع من ذاتهم بيخليهم ما عندهمش أي تعاطف مع الغير. كمان النرجسي بيكون عنده استغلال للغير، اللي هو إن الواحد يشبع رغباته وحاجاته باستغلال الغير. يعني الواحد ممكن يستغل الغير ماليا عن طريق استغلال كرمهم أو سلبيتهم، ويخليهم يشتروا له حاجات ممكن ساعات تكون أكبر من إمكانياتهم، أو يستغلوا جسم الغير ويستخدموهم لهدف جنسي، أو يستغلوهم عاطفيا ويخلوهم يتصرفوا بطريقة معينة. والناس بيبقوا نرجسيين نتيجة إن الوالدين بيستغلوا الطفل لإشباع حاجاتهم لتقدير ذاتهم على حساب حاجات نمو الطفل. إزاي نتعامل مع تصرفات عدم الإحساس بالغير والاستغلال؟ التعامل مع التصرفات دي معناه إنك تاخد خطوة ناحية إنك تحمي مشاعرك، فلازم تحط حدود. وفي العلاقات عندك الحق في إنك تتعامل بالطريقة اللي تخليك مبسوط، فالسلوك السلبي بيخلي الغير يستغلوك. وأمثلة للسلوك السلبي إن الواحد يسكت لما الغير يستغله، أو ما يعرفش يقول لأ لما حد يطلب منه حاجة ما يقدرش عليها. ولما تتصرف بسلبية بتخلي نفسك تحس بالغضب والإحباط والاكتئاب. أما السلوك العدواني فمن ناحية تانية، لما يبقى الشخص عدواني فإنه بيدوس على حقوق الغير، وده ممكن يكون عن طريق الإساءة اللفظية زي الكلام بتعالي أو السلوك المتحكم. ورغم إن السلوك العدواني هيخلي احتياجاتك تتحقق، لكنه بيخلق العداء والضيق عن الغير، فما فيش حد بيحب إن حد يتنمر عليه، والناس طبيعي بيثوروا ضد الإحساس بالتحكم أو الإساءة. حط الحدود مش معناه تحكمك في سلوكيات الغير، لكن معناه إنك اخترت إنك ما تسيبش حد يسيء لك أو ياخد حق، وفي نفس الوقت بتحترم حقوق الغير. طيب إزاي؟ أول حاجة لازم تحدد قيم، زي ما كالون الشقة بيحمي ممتلكاتك، فحط الحدود بيحمي كل حاجة مهمة بالنسبة لك. والتمرين ده هيساعدك في تحديد الحاجات اللي انت محتاج تحميها في حياتك. اقعد في مكان مريح واقفل عينك وخد كم نفس مريح بعمق. اتنفس بطريقة الاسترخاء، ولما تحس انك ركزت افتح عينك وامسك ورقة وقلم واكتب قائمة بكل حاجة مهمة بالنسبة لك، زي العيلة والأصدقاء والمعتقدات والهوايات وشغلك وهواياتك وأي حاجة تانية لها قيمة عندك. مش مهم الترتيب، ومش مهم لو نسيت حاجة ابقى ضيفها بعدين. لما تحس إنك خلصت القايمة خالص اقفل عينك تاني وتخيل إنك على قارب نجاة، ومفيش غير مساحة محدودة ومش هتقدر تاخد معاك غير 5 حاجات بس.
والباقي هترميه في البحر. لما تخلص تحديد الحاجات الخمسة اللي هتحتفظ بيها، افتح عينك وبص في القايمة واختار 5 عناصر بس من القايمة. مش معنى ده إن الباقي مش مهم، لأ، هما بس مش بأهمية ال5 عناصر اللي اخترتهم. دلوقتي بص لل5 عناصر اللي انت اخترتهم، هي دي قيمك الأساسية اللي ما تقدرش تستغنى عنها، وهو ده حط الحدود. ازاي نقول لأ؟ حط الحدود وحمايتها معناه إنك تقدر تقول لأ. وفي ناس بتلاقي إن ده صعب لأنهم بيخافوا إن يتقال عليهم وحشين أو إنهم يجرحوا مشاعر حد، لكن مهما كانت الأسباب فإن عدم القدرة على إنك تقول لأ ممكن تسبب مشاكل كبيرة. طيب إزاي نقول لأ بطريقة هادية وودية وفعالة؟ واحد، بين بوضوح رفضك. الهدف إنك تقول لأ. جرب إنك تقول مش هعمل كده أو أنا قررت إني مش هعمل كده، بدل من إنك تقول أنا مش هقدر أعمل كده، لأن الناس بيشوفوا الجملة الأخيرة على إنه دعوة لإقناعك بإنك تقدر. اتنين، في معظم الحالات الموضوع بينتهي هنا ومفيش داعي للكلام زيادة حوالين الموضوع، لأن كلمة لأ غالبا بتكون كفاية. لكن مجرد الرفض بدون تفسير ممكن يتحس إنه إهانة أو إساءة، فلو تحب إنك تفسر انقل للنقط اللي بعد كده. 3، اعرف حاجاتهم ومطالبهم، لأن الناس بيكونوا أقل استعداد للجدال لما يعرفوا إنك فاهم الغرض من ورا طلب. 4، اعرف مشاعرهم، لأن الناس بيحبوا يعرفوا إنك حاسس بيهم. 5، وضح سبب الرفض وخليك واضح على قد ما تقدر. 6، قدم بدايل أو تعويضات. الشعور بالراحة مع الانزعاج، أغلب حياتنا بنحاول نبعد أو نتحكم في الشعور بالخبرات المزعجة، وحط الحدود واحد من أكبر التحديات في العلاقات وممكن يكون مزعج جدا. جرب كده إنك تحط مكعب تلج من الفريزر وامسكه في إيدك واقفل عينك وركز على إحساسك وركز مع عدم الراحة وهي بتتحول لألم. هتلاقي عدم الراحة وحتى الألم مجرد إحساس، ورغم إن مخك بيصرخ فيك إنك ترمي المكعب، لكن درب نفسك إنك تتحدى مخك حتى لو للحظات قليلة. سيب نفسك شوية مع الألم، هتلاقيه مش مضر حتى لو إحساسك بيقولك العكس. لما الألم يبقى شديد جدا ارمي المكعب. مادام أنت قادر تتحدى الألم ده، يبقى تقدر تتحدى الألم وعدم الراحة بتاع حط الحدود، ووقف ودافع عن حقك. تابعونا في الفيديو الجديد، هنكمل الكلام عن العنصر الأخير من اضطراب الشخصية النرجسية. وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر التنبيهات علشان يوصلكوا الجديد. ولو الفيديو عجبك اعمل لايك وشير.